لو قلت لكم ان ده احلى من اي فول عملتوه قبل كده واحلى من فول العربيات نفسه تصدقوني على طول من غير لا نشا ولا فول مدشوش وهيطلع زي الزبده كده ولونه وريحته هتجربوه تحكولي مع دقه الفول التحفه وتفضل معانا لاي وقت واحلى لقمه فول من وش القدره بس هندمسه في الحله مش في القدره واكتر من طريقه لحفظه بجد لازم تجربوا الطريقه دي واحفظوها عندكم وتعالوا اقول لكم هنعملها ازاي. هنجيب فول التدميس ده موجود مغلف زي كده او من عند العطار. انا بفضل يكون الفولة اللي هي تكون لونها فاتح وحجمها كبير بس برضه هوريكم الناس اللي ما بتقدرش تلاقي وقت التدميس فول لونه فاتح شوية او حجمه كبير هنعمل ايه. ده فول من نفس النوع بس غامق شوية. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هاخد الفول زي ما هو كده ونحطه في بولة، طبعا ننقيه كويس قوي ونغسله اكتر من مرة لحد ما تكون المية بتاعته رايقة، بيكون ده شكله كده. بعد كده هصب عليه ميه بارده حوالي يكون اعلى من الفول صباعين او 3 ونسيبه حوالي ليله كامله. ولو مش هيتوفر معاكم ليله كامله يعني 12 ساعه كده مش اقل من 4 ل 6 ساعات، ده بيكون شكله بيكون حجمه زاد. طبعا خلال ال 12 ساعه او ال6 ساعات نغير الميه اكتر من مره. ده الفول اللي احنا قلنا عليه غامق شويه، اوريكم شكله علشان الناس اللي مش يتوفر عندها الفول اللي لونه افتح شويه. عملت نفس الخطوات لحد ما حجمه زاد. هنجيب بقى الحلة اللي هندمس فيها او القدرة. انا هستخدم هنا الاتنين، دي حلة وطبعا حجم الحلة بيختلف. ان انا لما احط فيها الفول بيكون تلت المسافة دي فاضي، يعني نص الحلة كده لتلت الحلة فاضي لان لسه حجمه هيزيد. اول بقى اضافة هنا لنص كيلو الفول بضيف نص كوباية من العدس، ده مش منقوع ولا حاجة، ده مغسول بس. بعد كده بقى اللي هيغنيني عن الفول المدشوش والنشا والكلام ده نص كوباية من الرز لنص كيلو الفول، بنغسله برده كويس قوي بدون نقع وبنضيفه على الفول وعلى العدس. 2 طماطمايه هاخد قلبهم يعني هبشرهم وهستغنى عن القشر. والتركايه دي حلوه جدا بتفرق في لون الفول وفي طعمه كمان. تقدروا تستبدلوهم بمعلقتين كبار من الصلصه. التركايه بقى التانية اللي هتفرق معانا قوي فصين توم ناعمين بالشكل ده، جربوا واحكولي علشان اللون بتاع الفول بتاعنا ما يسودش زي كتير ما بيشتكوا. هضيف عصير ليمونه كامله وكده ضمنت ان الفول لونه ما يسمرش معانا تماما. معلقه صغيره من الكركم ومعلقه كمان من البابريكا وكده. بس المكونات كلها جهزت. هصب ميه من الكتل على طول. المهم ان انا اكون مغطيه الفول بحوالي عقلتين من الصباع او 3 كمان. اقلبهم تقليبه سريعه وعلى النار حراره عاليه واسيبهم يغلوا لمده نص ساعه بالظبط. هنجيب القدره ونعمل بقى الفول الاغمق شويه زي ما انتم شايفين، نفس المكونات فول والعدس بنفس الكميات والرز وطبعا التوابل والثوم المفروم وكمان عصير الليمونه و2 طماطم هناخد بشر بتاعهم من غير الجلد. ونصب ميه يكون ارتفاعها عن الفول حوالي 3 عقلات من الصباع وبس كده. نسيبهم على النار يغلوا نص ساعه. تعالوا نشوف الحله بعد ما غليت نص ساعه. الفول طبعا شكله اهو اتغير تماما والميه بدات تتقل شويه بس طبعا لسه ما استواش. هزود ميه تاني عليه سخنه برده من الكتل، بلاش ميه بارده، وهسيبه على نار هاديه جدا لحد ما يستوي. ووقت التسويه تقدروا تضيفوا ميه سخنه كل ما الميه تقل. وده الفول الغامق برده شويه نفس الخطوات. هسيبه بعد ما قلبته وزودت ميه على النار هاديه جدا. وتعالوا نعمل بقى ازازه الدقه اللي بتعجبنا قوي على عربيات الفول. في الهون هضيف 5-6 فصوص من الثوم، بحط عليهم ذره ملح كده بس لحد ما انعمهم كويس قوي. وبعد كده هضيف عليهم فلفل رومي مقطع، ورق من الكزبره الخضراء، وانعمهم كويس جدا يبقوا عاملين زي المعجون كده، مش عايزاهم يبقوا باينين قوي، بنفس الشكل كده. هضيف عليهم معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه من البابريكا، لو عايزين نضيف شطه حسب الرغبه بنضيفها، ربع كوبايه من عصير الليمون و3-4 معالق من الخل او ربع كوبايه تقريبا. قلبوا الكلام الجميل ده وشموا الريحه بقى. بعد كده هضيفهم في بوله اكبر شويه واضيف عليهم كوبايه من الميه البارده. هظبط الملح عشان تبقى ملحها مظبوط واقلبها. واخر حاجه هضيفها نص كوبايه من الزيت العادي. طبعا ده هيعمل حاجتين حلوين قوي، طبعا غير انه هيطعمها هيبقى ماده حافظه، هيحافظ عليه لو احنا عايزين نسيبه عندنا اسبوع شويه بقى في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ونستخدمه في السحور كل يوم على الفول. صبوه بقى في ازازه زي دي كده وبس كده. وقت الاستخدام بنرجها شويه وبنضيفها على الفول وكده خلصت ازازه دقه الفول اللي بتعجبنا. تعالوا نشوف الفول بقى بعد ما قعد 3 ساعات على نار هاديه جدا. يا جماله، خطير، احلى من احلى عربيه فول ممكن تاكلوه. ما استخدمناش ولا فول مدشوش ولا نشا ولا الكلام ده، هو استوى معايا كده وبقى زي الزبده زي ما انتم شايفين ولونه خطير. ضفت عليه بقى من ازازه الدقه اللي احنا عاملينها على الوش. كمان كان عندي طحينه ضفت عليها من الدقه دي وقلبتهم بقى حلوه قوي كده. وبعد كده خلاص بقت ناعمه معايا خالص الطحينه، ضفتها كمان على الوش. كمان شويه بقى من الدقه براحتنا قوي مع شويه شطه اللي بيحبوا السبايسي وورق من الكزبره الخضراء وبس كده. بصل اخضر ما تنسوش، والعيش المتأمر ده لوحده حكايه. احلى لقمه فول نغمسها من غير بقى القدره ولا حاجه خالص. اي حد يقدر يعمله في البيت. كلوب العيش كلوب المعلقه يا جماعه، خطير وزي الزبده بجد. تعالوا نشوف بقى الفول اللي لونه
أغمق شوية كان بجد أحلى وأحلى كمان، ومفيش حاجة اسمها اللون مش هيطلع الفول حلو ولا حاجة، كان خطير ووريته لكم زي ما انتم شايفين اهو كمان مستوي وزي الزبدة بجد اهو قدامنا اهو. تعالوا بقى ازاي نقدر نفرزه بأكتر من طريقة. في علب زي كده بتبقى جاهزة أو أكياس تلاجة أو أكياس حفظ يعني أو تفريز، هتصب مقدار الكمية اللي انتوا بتحتاجوها كل يوم في السحور بتبقى بالشكل ده، ولو في أيام غير السحور طبعا برضو حسب الكميات هتصبوا العلب زي كده، بس طبعا تسيبوه يبرد شوية. ولو عندكم أكياس متوفرة وهي دي الموجودة برضو بتستخدموها كده بعد ما يبرد شوية وتحطوها. العلب لو ليها متوفر غطا بتقفلوها طبعا أو بالاسترتش تقفلوه وبتسيبوه في الفريزر بقى لوقت الاستخدام. حلو جدا بجد، جربوه هستنى رأيكم وأنا متأكدة إنه هيعجبكم. كل سنة وأنتم طيبين وصحتين وهنا يا رب.